أول تعليق من خالد بيبو بعد توليه منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي. شاهد ماذا قال. ولكن في البداية صلي على سيدنا محمد، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. علق نجم النادي الأهلي خالد بيبو على أسباب توليه منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي، وأدلى بتصريحات صحفية خاصة جدا قالها الموقع الرسمي للنادي عبر الإنترنت منذ قليل. قال خالد بيبو في البداية: أحب أن أوجه الشكر والتقدير والاحترام لكل جمهور النادي الأهلي على الدعم اللي أنا شفته منذ تولي منصب مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي. شيء عظيم جدا إنك تكون مسؤول في النادي الأهلي، وإضافة كبيرة جدا لاسمك ولتاريخك، ولكن المسؤولية داخل النادي الأهلي مختلفة تماما عن أي مكان تاني. النادي الأهلي له قوانين معينة وله سيستم معين، مفيش نادي في مصر هتلاقي فيه الانضباط اللي موجود داخل جدران النادي الأهلي، وعشان كده المسؤولية جواه بتكون كبيرة وصعبة على أي حد بيكون موجود. وتابع خالد بيبو وقال: كابتن محمود الخطيب هو من أبلغني بقرار مجلس إدارة النادي الأهلي وكلفني بمهام مدير الكرة بدلا من الكابتن سيد عبد الحفيظ. وبالمناسبة أنا بشكره جدا على الفترة اللي قضاها في المنصب ده، لأنه قدم كفاءة كبيرة قوي طول السنين اللي فاتت، وده هيصعب المهمة على أي حد بيجي بعده. كابتن سيد عبد الحفيظ قيمة وقامة كبيرة جدا، وسيتم تكليفه بمهام كتير داخل النادي الأهلي مفيش حد غيره يقدر ينفذها الفترة الجاية. أتمنى أن ربنا يوفقني ويوفقه فيما هو قادم، وأتمنى أن الفرقة تحقق كل البطولات اللي هنشترك فيها سواء قارية أو محلية. وده كان كلام كابتن خالد بيبو بعد توليه منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي. يا ريت لو الفيديو عجبك ما تنساش تشترك في القناة لو أول مرة تشوفها، وتفعل زر الجرس دعما منك للقناة، وكمان علشان يوصلك منا كل جديد وحصري، وكمان تضغط لايك للفيديو. شكرا ليك على المتابعة لحد الآخر. كنتم مع خبر في الجون.